سلام كلشي. علاش اللاعبين المغاربه فورا على انهم ملي كيخرجوا من المنتخب الوطني المغربي ومع لي كلوب ديالهم في اول ظهور ديالهم من بعد الفشل كيبانوا بشكل مغاير تماما وكيعطيو اضافه للفريق ديالهم؟ نعطيو المثال ديال شفنا نصيري من بعد الاداء الكارثي مع المنتخب الوطني المغربي فورا الوصول ديالهم لاشبيليه من بعد كاس العالم فدوبلي في اول مباراه. البارح الياس بن صغير، حنا نهضروا غير موراه جوج مباريات، الياس بن صغير عطى اسيست مع الفريق ديالو موناكو. المباراه ولا الكلاسيكو اللي جمعت بين بي اس جي وبين اولمبيك دو مارسي مردود رائع واعر بزاف ديال اشرف حكيمي في مواجهه حريت اللي كتفرج فيه في الفرقه ديالو كتقول هذا خصو يلعب مع المنتخب، كيجي المنتخب كيقول هذا ما خصوش باقي يصدم في المنتخب. ولكن لو كان ديال حريت باش نكونوا واضحين كسبيسيال حيت المشكل راجع منه اساسا. من فرنسا ندوزو لالمانيا ومع امين عدلي اللي تقريبا في 39 دقيقه اللي دخل كبديل وفي الدقائق اللي لعب فيهم خلق 5 ديال الفرص سانحه على التسجيل. المردود ديال امين مع تشابي الونسو والباير ليفركوزن اللي قراب على انهم يتوجوا في موسم استثنائي بلقب البوندسليغا. ابراهيم دياز مع ريال مدريد قدم اسيست لرودريغو اللي ماركا الهدف البارح. فكتشوف جميع هذه المعطيات هذه وكيفاش مع الفرق ديالهم ماشي كيلعبوا مزيان كيفرفروا، ولكن مع المنتخب الوطني المغربي كلشي ما هواش. لافونتاج ولا النعمه اللي عندك ولا هاد السكواد اللي عندك من خيرات اللاعبين اللي كيمارسوا في العالم للاسف كتشوفوا على انه ولا خدام ضدك كمدرب، حيت كنظن على ان مجموعه من المنتخبات غادي يحسوك على هاد لاكاليتي ولا على هاد الجوده ولا على هاد اللاعبين اللي عندك اللي كيقدموا اضافه مع لي كلوب ديالهم. ولكن مع المنتخب الوطني المغربي الى كاع هادشي اللي جا المنتخب الوطني المغربي ما يقدمش اضافه، ففعلا كاين مشكل في الكوتشينغ، فعلا غادي يكون مشكل في المدرب. وهنا ما كنهضرش على المدرب كمدرب فقط وليد الركراكي، ولا كتهضر على الطاقم التقني كله. الطاقم التقني مكون من مدرب ومن مساعد المدرب، عندك بن محمود بوحزمه اللي تبدل غريب مزيان، الناس ديال التحليل الفيديو. المشكل غير باش نكونوا واقعيين، المشكل فاش كتشوف على ان كلشي محيح مع لي كلوب ديالهم ومتفقين، كلنا متفقين على ان اللاعب مع المنتخب ماشي هو اللاعب مع فرقه اللي كتلعب تقريبا طول السنه على الاقل مباراه في الاسبوع، ماشي هو في منتخب اللي كيتجمع فيه كل 3 شهور ولا شي حاجه بحال هكا. هادشي متفقين عليه. ولكن مدرب المنتخب الوطني المغربي خاصو يكون قافز سيليكسيونور، كيجيوك اللاعبين واجدين، ماشي غادي نعاودوا نخترعوا الرويضه من جديد، لا، غتبني على نقاط القوه ديال هاد اللاعبين اللي عندك. ونقاط القوه اللي غادي تبني على هاد اللاعبين اللي عندك فاساسا غتكون في التوظيف. وهذه ما بين المشاكل الاساسيه اللي كانت مع وليد الركراكي في اخر المباريات، ليس فقط ضد موريتانيا ولا ضد انغولا، ولكن كذلك في كاس افريقيا فاش كتجتهد بزاف تفقد البوصله. وللاسف من بعد ما كنتي احسن مدرب في 2022 على كلشي كيتغنى بك، دخلتي في معركه انت غنى عنها كمدرب باش انك تجبد عندك الجمهور، حيت الجمهور هو اللي يقدر يطلعك ولا ينزلك. السؤال الثاني اللي بغينا نهضروا عليه هو علاش على ان من بين اسباب الفشل لعدم التسجيل تقريبا لمده اخر 5 مباريات انت كمنتخب وطني مغربي، الفشل اللي كنقولوا فشل راجع لانني ما عنديش الوقت. هنا السؤال المحوري اللي غادي نقول واللي مديرونجيني شويه، استاذ وليد الركراكي فاش شد المنتخب الوطني المغربي كان باقي على لاكوب دو موند شهرين ولا 3 شهور تقريبا على لاكوب دو موند. ما كانش عندك وقت، ليس هناك وقت. وانا كنقولوا واش غادي تحرق الركراكي سيت اون كارت للجامعه ناري لاكوب دو موند شوها، ولكن عرفتي كيفاش تجي غير هذيك المرحله. لعبتي بنقاط القوه ديالك اللي عارفينها، الفلسفه الكرويه ديالك والحاجه اللي كتعرف تخدمها، وعرفتي كيفاش تقرا ولا تبان ولا تجي ديك لا كومبيتيسيون كبيره اللي خارجين اللي داخلين انت ليس كمرشح باش انك تمشي بعيد، ولكن لعبتي على نقاط القوه ديالك كمدرب في استراتيجيه ولا في التكتيك اللي غادي تخدموا، وكذلك لعبتي على نقاط القوه ديال اللاعبين ديالك ودرتي لي فيديو كونفيرونس اللي عاونوك بزاف كما سبقتي وذكرتي. وهادشي كله ما كانش الوقت وصلتي للدومي فينال ديال لا كوب دو موند داخل نتايا كغير مرشح، وهادشي الحاجه كتعاونك بزاف سور لو فولي مورال ولا سور لو فولي بسيكولوجيك، ولعبتي بنفس الطريقه اللي كتواجه فيها حاليا الخصوم ديالك في لافريك واللي ما عرفتيش ليهم القالب. دونك لافونتاج اللي كان عندك ولا نقطه القوه اللي لعبتي عليها نتايا عن طريق اللعب بشكل اكثر متحفظ دفاعيا على انك تلاعب فاش تلعب منتخبات اللي كيلعبوا بطريقه مفتوحه. حاليا فانت خديتي الكاسكيطه ولا انت هو الخصم اللي واجهتي المغرب في كاس العالم، يعني كتواجه خصوم اللي ضاربين لك الحساب، ما غاديش يخرجوا من المناطق ديالهم، غادي يخلقوا المساحات نفس
اشياء نفس الاستراتيجيه اللي خدمتي بها منطق ونجحتي فيها. دونك انا المشكله ما عنديش انا مشكله على ان غادي انك لعبتي بهذه الطريقه واللي تبين على انك نجحتي فيها وعطات الاكل ديالها ودخلتي بها للتاريخ، ولكن المشكله اللي عندي انا حاليا على انك عارف المشكل اللي طايح فيه في جميع هذه المنتخبات اللي لعبتي ضدهم، واللي السيناريو كيتعاود مباراه وراء اخرى مباراه وراء اخرى، ولحد الان مازال ما لقيتيش حلول. حيت الا طحتي في مشكل وما لقيتيش حلول انت كماناجير شكون اللي غادي يلقاها؟ اي مشكل في كره القدم عنده حل، ولكن الحل ولا الفلسفه ديال الركراكي كما صرح عليها في عده خرجات اعلاميه هو لا حنا غادي نديروا اللعب اللي كنعرفوا نديروا والخصم هو اللي خاصو يتادابط علينا. اما شفنا كو العكس تماما، تحس كو المدرب داخل ما قاريش الخصم ولا ما عارفش شنو هما المشاكل اللي غادي يطيح فيه، خصوصا على كل شيء كيتوقع من الكبير الصغير، وانت اولهم على انهم غادي يدخلوا وغادي يلعبوا بدفاع متاخر، وخاصك تكون ديجا داخل موجد الحلول. شنو غادي ندير الا ما لقيناش حلول؟ والمشكله في هادشي كله على انك نهار سولك صحفي في اخر مباراه علاش ما بين الحلول كاين التسديد من بعيد خصوصا ضد منتخبات كيلعبوا بهذه الطريقه هذه، شنو كان الجواب ديال السي والد الركراكي؟ قال على ان بالنسبه للتسديد من بعيد انا بالنسبه لي لو فوتبول موديرن ولا كره القدم الحديثه لا تعتمد على ما بقاتش كتعتمد على التسديد من بعيد اللي هو غادي يكون من بين الحلول الاساسيه، خصوصا كيكون شويه ديال ليسباس اللي خاصك تعرف فوقاش التوقيت باش دير التسديد من بعيد. هذا اختيار ديال الولد الركراكي اللي غادي يكون من بعد الحلول اللي خاص يتجربوا، خصوصا على شفنا ان بعض اللاعبين ولا بعد مجموعه من المباريات اللي لعبناهم تم تسجيل الاهداف عن طريق التسديد من بعيد. والسؤال هنايا شحال كان خاصك ديال الوقت باش اللاعبين يتعودوا على لا فورماسيون اللي حطيتيها قبل كاس العالم ويتعودوا عليها وتجيب نتيجه؟ الا كنقولوا في 2022 كانت لا موتيفاسيون ديال كاس العالم، في 2023 كانت لا موتيفاسيون ديال كاس افريقيا. العام الجاي لا موتيفاسيون ديال كاس افريقيا عندك في بلادك. اللي تسير منتخب وطني ديما كيكونوا عندك دي كونطرانت اللي خاصك تعرف كيفاش تجيرهم، منهم الوقت. دابا تقريبا داخلين في عامين مع المنتخب الوطني المغربي. حاليا حنا في مرحله اللي جد حساسه لا قدرنا نقولوا نظرا لا كاليتي جوده اللاعبين وكذلك الاداء. هادشي بطبيعه الحال غادي ينعكس حتى على اللاعبين وعلى المردود ديالهم، حيت فاش كتخرج على ان من بعد كيخرج اللاعب بحال اوناحي كيقول على ان حاليا جميع المنتخبات الافريقيه قراونا مزيان وعارفين كي كنلعبوا موجدين لينا، وهكا غادي يكون الحال في كاس افريقيا 2025 في المغرب، فهذا ناقوس الخطر. السؤال الاخر اللي غادي نساليو به شنو غادي يكون من بعد؟ حاليا اقاله الركراكي ولا عدم اكمال مشروع الركراكي مع الفريق الوطني فهو حاليا غير مطروح على الطاوله، ولكن كنظن نظرا لكيفاش الجامعه تعاملات مع تذبذب النتائج ديال المنتخب مع مدربين اخرين، فكنظن على ان غادي تكون مباريات ديال شهر يونيو ديال 6 ضد كونغو وزامبيا هي اللي غادي تحكم في المسار ديال الركراكي مع المنتخب الوطني المغربي، حيت ما بقاش لينا الوقت كما كنقولوا، حيت ما بقاش الوقت. الا ما كانوش نتائج من 23 24 وداخلين 25 كومبيتيسيون كبيره، ما كنظنش على ان الجامعه الملكيه المغربيه غادي تسنى مازال وتصبر مازال، خصوصا ان جميع المعطيات جالسه قدامهم. دونك كنتمناو للركراكي على انه يفيق من القلبه، كنتمنى على ان الركراكي نهار في يونيو يركز على الحلول، حيت المشاكل اللي عند المنتخب الوطني المغربي كلشي عارفهم وكلنا عارفهم، ولكن خاص الحلول. لعبتي ضد فريق كيلعب بالدفاع متاخر، اوجد الحلول مع لو كاليبر ولا مع اللاعبين اللي عندك. واش كتوقعوا على ان في مباريات يونيو غادي يكون وجه اخر ووجه مغاير للمنتخب الوطني المغربي مع الركراكي ولا لا؟ هادشي كان بالنسبه للحلقه ديال اليوم. اما دابا نقول لكم سلامه.